everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? كيف حالك؟ أتمنى أن تكون بخير. أعرف أنك انتظرت طويلا للجزء الثامن من هذه السلسلة، سلسلة أفلام عظيمة ترفع الأدرينالين. لن أطيل عليك كثيرا وسأقدم لك الأفلام من الأفضل إلى الأروع. Go back to the calls. Dad, please! البداية ستكون مع فيلم بيست، سنتابع فيه الدكتور نيت سامويلز الذي سافر مع ابنتيه المراهقتين إلى جنوب إفريقيا. في هذا البلد أيضا التقى بزوجته التي توفيت منذ وقت قصير، فسافر نيت وميريديث ونورا إلى محمية طبيعية يديرها مارتن باتلز، لكن لسوء حظهم ستكون عائلة سامويلز بعد ذلك هدفا لأسد ضخم بدرجة مخيفة. هذا الحيوان الذي هاجمه الصيادون من قبل ورأوا كل زملائهم يقتلون على يديه، لذا فإن كل البشر يعتبرونه خطرا كبيرا. الفيلم واقعي جدا وجرعة الأدرينالين به مضمونة بلا شك. To feed. Trained all their lives for this war. The Great Wall تدور أحداثه في الإمبراطورية الصينية في عهد أسرة سونغ، حيث سنتابع اثنان من المرتزقة الأوروبيين الذين يبحثون عن البارود، وهما ويليام وتوفر اللذان هربا من اللصوص والوحوش ليلتقيا وجها لوجه بأكبر نظام دفاعي في كل العصور، وهو حصن سور الصين العظيم الذي يدافع عنه أكبر جيش في ذلك الوقت. وعندما سئلوا عن الوحوش التي تلاحقهم، علم الصينيون أنه كانوا مستكشفين لأخطر تهديد واجهته البشرية على الإطلاق، وهم مخلوقات كبيرة شرهة في سعي دائم للقضاء على البشرية. وسور الصين العظيم وجيشه فقط من أعاقهم حتى الآن، لكن إذا تمكنوا من التغلب على هذا الدفاع النهائي فلن يمنعهم أي شيء من الانتشار في جميع أنحاء العالم وإبادة الجنس البشري. هذا الفيلم فاجأني بعظمته وبه مشاهد أكشن تحبس الأنفاس. فول من أروع أفلام 2022 بالنسبة لي، ولا أنصح أصحاب القلوب الضعيفة بمشاهدته أو من لهم فوبيا من الأماكن العالية. أحداثه تدور حول البطلة بيكي، فبعد وفاة زوجها أمامها أثناء تسلق الجبل، تقبل بيكي بعد مدة من ذلك اقتراح صديقتها المفضلة هانتر تسلق برج الإرسال التلفزيوني B67 قبل التخلص منه، والذي يرتفع أكثر من 600 متر وسط صحراء خالية. وبعد الصعود وجدنا أنفسهن عالقات في القمة وتحت شمس ساحقة وبإشارة شبكة اتصال معدومة. فيلم فول بلا شك سيرفع الأدرينالين إلى أعلاه من البداية إلى النهاية. What is it that Dan used to say? If you're scared of dying, don't be afraid to live. We're not gonna die. Not today. The Mountain Between Us تدور قصته حول أليكس التي كانت على وشك السفر لحضور حفل زفافها، وبين الجراح الذي سيجري عملية جراحية مهمة لطفل. يلتقيان بالمطار عندما لم يجدا طائرة، فتعرض أليكس مساعدة بين على مرافقتها في طائرة خاصة، ويحصلان على طائرة يقودها رجل عجوز غريب الأطوار مع كلبه.
وأثناء الرحلة عانى الرجل العجوز من نوبة قلبية وهما في الهواء، فتتحطم الطائرة ويموت العجوز تاركا أليكس وبن وسط جبل مليء بالمخاطر. وهنا يبدأ الكفاح لمواجهة الثلج والحيوانات المفترسة للبقاء على قيد الحياة. Alex! Alex! Who's that? We need to work as a team. Does this look like a team-orientated group of individuals to you? Predators. تدور أحداث الفيلم حول روسي، جندي من المرتزقة يقود جماعة من المحاربين الأشداء الذين يجدون أنفسهم في كوكب غريب، ويكتشفون أنه تم إحضارهم إلى هذا الكوكب كي يشاركوا في عملية صيد هائلة بين المجرات، وسيلعبون فيها دور الفريسة. How do we kill them? However you can. A Perfect Getaway. كليف وسيدني قررا للاحتفال بشهر العسل الذهاب إلى هاواي، وهناك يتقابلان مع اثنين من المتنزهين أيضا، نيك وجينا، لكن سرعان ما تتحول رحلتهما الجميلة إلى كابوس عندما يبدأ صراع لا يمكن السيطرة عليه من أجل البقاء. Keep going. Going and going. جانجل. يسافر 4 أصدقاء مغامرين من جنسيات مختلفة إلى بوليفيا، وينطلقون معا في قلب الغابات المثيرة بالأمازون للعثور على قبيلة معزولة، وذلك بمساعدة مغامر زائف يدعى كارل. وسيكتشفون جزءا من المكان الذي لا يزال غير مستكشف، لكن ما بدأ على أنه مغامرة يحلمون بها سرعان ما تحولت إلى كابوس مروع. Monsters. Are they real? In the Heart of the Sea. الفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية لصائد الحيتان إسكس الذي هاجمه حوت العنبر وأغرقه في جنوب المحيط الهادئ عام 1820، حيث تعرضت سفينة لصيد الحيتان للهجوم والترصد على يد أحد حيتان العنبر الضخمة، وتربص بهم في البحر لمدة تزيد عن 3 شهور وهم على بعد آلاف الأميال من البر، فيسير طاقم السفينة في حالة صراع من أجل البقاء. القصة هي نفسها التي ألهمت الرواية الشهيرة موبي ديك، ويلعب بطولة هذا الفيلم كل من النجم كريس هامسورث، توم هالاند وكيليان ميرفي. Yes, too much is true. World War Z. يبدأ الفيلم بمحقق الأمم المتحدة السابق جيري لين وزوجته كارين وبنتيهما في حركة مرور كثيفة في فيلادلفيا، عندما تغزو فجأة مجموعة من الزومبي المدينة، ومع انتشار الفوضى يتوجهون إلى ولاية نيوجيرسي، ويرسل لهم الأمين العام للأمم المتحدة طائرة هليكوبتر لنقلهم على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية في المحيط الأطلسي، حيث يقوم العلماء والجيش بتحليل تفشي الأمراض في جميع أنحاء العالم. وسيعلم جيري أنه سيتم ترحيل عائلته إن لم يساعد في تطوير لقاح ضد هذا الفيروس والعثور على مصدر تفشي المرض. Everything. Make sure they remember you.
The Hunger Game أو ألعاب الجوع، مسابقة سنوية تقام في دولة بانيم وتبث عبر التلفزيون، حيث يتم اختيار مجموعة من الفتيات والشباب من المقاطعات الاثني عشر لدولة بانيم ليتسابق الجميع ضمن مسابقات قتالية حتى الموت. ويأتي الدور هذه المرة على الثنائي بيتا وكاتنيس للمشاركة في هذه المسابقة، وعليهما استغلال ذكائهما للنجاة بأرواحهما. 4, 3, 2, 1. إن أعجبتك هذه القائمة اضغط على زر الإعجاب كي أقدم لك جزءا آخر في أقرب وقت. وإن وصلت إلى هذه اللحظة من الفيديو اكتب كلمة تم بالتعليقات كي أشكرك بنفسي على دعمك الكبير للقناة. والكثير من القائمات الممتعة قادمة إن شاء الله في هذا العام الجديد لإمتاعك أكثر، وكي لا تضيع الوقت في البحث عن مسلسل أو فيلم جيد لمشاهدته. لا تنسى أيضا أن تكتب لي أي نوع من الأفلام أو المسلسلات تحب. شكرا لك على المتابعة، ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.